بعد صراع سياسي مع المغرب دام أكثر من 48 سنة، وبعد دراسة معادلة الربح والخسارة من هذا الصراع، ووضع مخاطر الاستمرار في الخلافات أمام الفرص التي تتيحها جسور التعاون والتصالح، قرر النظام الجزائري رفع يده عن قضية الصحراء المغربية، إجراء تبعه العديد من القرارات من قبيل إيقاف تمويل جبهة البوليزاريو، والتخلي عن دعم الجبهة الانفصالية في المنظمات الدولية، وتحرير مدينة تندوف من جميع الصحراويين الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية هناك، وقطع جميع العلاقات مع قيادة البوليزاريو مع مطالبتها بإخلاء مساكنها بالعاصمة الجزائر وغلق مكاتبها بتندوف. هذه الإجراءات سيكون لها أثر كبير على مستوى الصحراويين الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية في المخيمات. سيجد هؤلاء واقعا جديدا يمكنهم من التعبير بحرية عن رأيهم، وسيستمتعون بحرية الاختيار آنذاك. ستجد أن كل الصحراويين سيختارون العيش في حضارة القرن 21 التي تجسدها المدن المغربية في الصحراء، خاصة العيون والداخلة والسمارة وبوجدور، وسيطرحون على أنفسهم الكثير من الأسئلة حول سماح الجزائر وقيادة البوليزاريو بتجميعهم لمدة عقود في مخيمة بدائية تفتقر لأبسط مقومات العيش في القرن 21، ولربما يطالبون المسؤولين عن معاناتهم لسنوات طوال بالتعويض عن كل تلك الفترة ومحاكمة كل من ثبت تورطه في تلك المأساة الإنسانية.